بغيت نعرف انا كما تنقول المغاربه تنقولوا اش حرق شطات لالاك. هادشي بغيت نعرف، اش حرق شطات لالاك، اش دخل باباك فينا ياك انت في بلادك. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم ومرحبا بكم. تنتأسفوا على الغياب لهذه المدة هذه. على كل حال كانت شوية ديال الشطنة، فسامحونا. الموضوع اللي بغينا نبداو به هذه المرحلة إن شاء الله تعالى هو موضوع اللي تيتعلق بهويتنا وتيتعلق بديننا وتيتعلق بهذه الأمور هذه اللي ولات اللي ولينا تنشوفوا يعني من مهاجمة لثوابتنا ولديننا ولثقافتنا وهويتنا إلى غير ذلك، سواء من الداخل. شفتوا هذاك الضجة اللي داير هذاك السيد هذاك، وشفتوا يعني الضجة اللي دايرها الشعب الواحد، شفتوا الضجة اللي دايرها حتى الناس اللي باغيين يغيروا في المدونة إلى غير ذلك إلى غير. المهم حنا تنشوفوا هذا التكالب اللي ولا على المغرب والمغاربة، ولا على دين المغاربة وإسلام المغاربة، لا من الداخل كما قلنا ولا حتى من الخارج، اللي هو الموضوع ديالنا. جريدة العالم أوردت الخبر ديال أنه ثانوية فرنسية ديال البعثة الفرنسية في المغرب تمنع مغربيات من أنهم يرتديوا الحجاب، ومن أنهم يرتديوا لباس طويل. يعني هذا اش تيدل على أننا فعلا يعني محقورين وباقيين تيشوفوا فينا، او لا ولاو تيشوفوا وزادوا تيشوفوا فينا باننا لقمه سائغه، وباننا لا شيء، وباننا دون المستوى، باش يجي تيفرض عليك داك الشيء اللي بغا. هذا تيذكرنا بداك الشيء اللي طرا هذيك اللاعبه، اعتقد نهيلة اللاعبه المغربيه اللي لعبت بالزيف اللي كانت دايره على راسها، فهذاك اثارت هذاك السعار ديال بعض الصحفيين والاعلام الفرنسي لدرجه انهم ولاو تيناقشوا من فرنسا، من باريس، ولاو تيناقشوا امورنا حنا وتيفرضوا علينا، باغيين يفرضوا علينا، فلدرجه ان واحد قال لك تيتسنى من الحكومه المغربيه اش غادي دير، وتيقول لك بان المغربيات والمغاربه تيحاربوا الحجاب وما باغيش الحجاب. بغيت نعرف انا كما تنقول المغاربه تنقولوا اش حرق شطات لالاك. هادشي بغيت نعرف، اش حرق شطات لالاك، اش دخل باباك فينا ياك انت في بلادك، ياك علمانيتك عندك، دير فيها اللي بغيتي، حياتك هذيك. اما باش تجي ما وراء البحار وتبدا تهضر لي على انا وتبغي تغير السياسات ديال بلادي وتبغي تفرض رايك على الحكومه ديال بلادي، فراه بزاف وعيقتو صراحه يعني مزيان داكشي ديال النيجر والكابون وداك مزيان يعني بحال تهزوا راسكم نيتو، تعتمدوا على راسكم شويه. غادي شوفوا بعد هذا السيد، نشوفوا هذا السيد، هاد الناس هادو اش تيقولوا، نشوفوا في هذا الفيديو اش تيقولوا. Une fédération nationale au Maroc. Bien sûr. Donc elle ne l'a pas fait sans que Oui. la fédération soit informée. Ah, bien évidemment. Et je pense que c'est pas une très bonne image pour le Maroc, pardonnez-moi. Mais pour qui aux yeux Et je pense que on a besoin d'une explication peut-être aussi des autorités marocaines. Est-ce qu'elles approuvent ces attitudes-là sur un terrain de foot ou pas, quoi. Je طيب. partage plutôt. الان غادي نشوفوا المقال ديال جريدة العالم. أدان آباء وأولياء تلاميذ مؤسسة تعليمية فرنسية بالمغرب قرار منع دخول جميع التلاميذ الذين يرتدون الحجاب أو العباية أو القمصان الطويلة إلى المؤسسة، بداعي تطبيق قرار السلطات الفرنسية الرامي إلى حظر جميع المظاهر الدينية في المدارس الفرنسية. في المدارس الفرنسية، نعم، المدارس الفرنسية في المغرب، نعم. واكدت مصادر للعالم، بطبيعه الحال غادي يجيو بعض الفهميه يقول لك راه السياده ما السياده تابعه لفرنسا، راه هي على الطور المغربي، غتقول لي السياده ما السياده. تيخصني نحترم حقوق الناس
الفكره سميتها حقوق الناس. هذا هو المعنى، خصو يكون حقوق الناس. طيب نحترم المعتقدات ديال الناس، اختيارات ديال الناس. ماشي تقول لي يعني واحد التضارب صارخ ما بين الحريات وما بين العلمانيه، ويعني التخربيق عتيدبزو. هل الحريه لا 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 لا، هل العلمانيه تقتضي انك ما تلبسش هذا وتلبس ايوا؟ واش من الحريه؟ شنو هي الحدود دابا ما بين العلمانيه وما بين الحريات؟ ما تفهم والو. على كل حال، وفي محاولة منا للاتصال بالمؤسسة التعليمية، عمد مسؤول التواصل إلى التهرب من الجواب، وأحال العلم على مسؤولة بالمؤسسة، وبعد طول الانتظار قطعت المسؤولة الاتصال مدعية أن الصوت غير مسموع. وفي محاولة منا لاستدراك الأمر أعدنا الاتصال، لكن ومع الأسف لا أحد يجيب. وفي ظل مواصلة تعنت إدارة الثانوية الفرنسية ورفضها القاطع التجاوب مع مطلب إعادة تحصيل مصاريف التسجيل بعد القرار الأخير، بطبيعة الحال تحية للمغاربة، تحية لأولياء الأمور، لأن شو الأمور ماشي هي هذيك. تجي أنا صيفط عندك ولادي وتمنع عليهم طريقة اللبس، تمنع عليهم طريقة أنهم يلبسوا كما تيقول لهم دينهم وكما تقول لهم ثقافتهم. سير الله يعاونك. مزيان، تحية لكم. خاصة أن المؤسسة التعليمية لم تعلن عن قرار المنع عند التسجيل في الموسم الدراسي الحالي، بل أعلنت عنه بعد استيفاء رسوم التسجيل الدراسية. يعني تحرميات. وهذه ليست المرة الأولى التي تطبق فيها هذه المؤسسات الفرنسية بالمغرب مثل هذا القرار. ففي نوفمبر 2020 أقدمت إحدى المؤسسات التابعة للتعليم الكاثوليكي، إذن هذه التعليم الكاثوليكي، على فعل مماثل. إذ منعت تلميذة مغربية تسمى سندس منبل أو منبل، البالغة من العمر 12 سنة، من ولوج المؤسسة بدعوى ارتدائها الحجاب، وأن هذا الأخير يعتبر رمزا دينيا وممنوع ارتداؤه داخل المؤسسة. وفي بلادك، وسير تكمش في بلادك أصاحبي، في بلادك سير دير العلمانية في بلادك، انتحر انت وياهم كاع. لكن التلميذة رفضت نزع حجابها، وبدل ذلك لجأت إلى القضاء الإداري لمنازلة المؤسسة في قرارها، ليقضي القضاء بإبطال قرار المدرسة الفرنسية التابعة للتعليم الكاثوليكي، وتعود التلميذة لوجه الصراع للمؤسسة. تحية للقضاء المغربي، تحية للقضاء الإداري. هادشي اللي كاين، وهادشي اللي بغينا عزة النفس، بغينا الاستقلال، بغينا التعالي على الخياتنا هادو. راه بزاف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.